هلا والله، السلام عليكم اساطير قناه ابو الدرش. فيديو جديد من مراحل تطوير اللاعب ليوفاندوسكي. بس قبل ما نبدا عايزك تصلي على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتنزل تخبط لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نشوف مراحل تطوير هذا القناص. ليتس جو. وهنشوف كده معانا بلايرز، وبعد كده نخش على اللاعب ليوفاندوسكي مستوى 87، وهنشوف دلوقتي مراحل تطويرها يا جدعان. هنخش عليه في الترينج، وهنشوف دلوقتي استحواذ اللاعب الاول. هي البطاقه ذات نفسها حلوه، بس هنخش دلوقتي ونشوف مراحل التطوير بتاعته الليفل ترينج. وهنشوف دلوقتي اساطير. هنديله في اول حاجه 4 بطاقات، بطاقات قصدي، وبعد كده هنديله في تانية 6، وهنشوف دلوقتي هيوصل مستوى كام. 21 اكيد طبعا. فهنخش دلوقتي وهنشوف مراحل التطوير التانية اللي هي في بلاير اورجانيزيشن. هنشوفها دلوقتي يا جدعان، وهنخش على بلاي ستيتس. اول حاجه هنديله في الفينيشنج، هنديله كام بطاقه؟ 8 بطاقات، 8. وهتديله في تانية واحده اللي هي الباص، هنديله في الباص كام برضه يا جدعان؟ نديله ده مش هندفع حاجه. في التانية التالتة دي هنديله فيها 4، تمام، اللي هي الباص البال كنترول. وبعد كده نديله 9 في بالانس تأثير. وهنديله في اسمها إيه دي، في السبيد هنديله 4. وفي آخر واحدة هذه السرعة هنديله 3. وهنشوف كده اللاعب وصل معانا 97، والفينش بتاعه بقى 94، والهيدنج بقى كام؟ 82. فالنسخة كانت جبارة يا جدعان، وهي ده التطوير الصحيح للاعب ليفاندوسكي. فاستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله، ينزل النهارده برضو بالليل او بكره. تجربة اللاعب ليفاندوسكي، وخط هجوم نار يا جدعان، اقسم بالله. احلى مسا عليكم. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان تستنى الفيديو الجاي بكرة بإذن الله. السلام عليكم.